النقاط التي أسعى إلى تحقيقها الارتقاء بالكفاءة المهنية، وأحد آليات الارتقاء بالكفاءة المهنية أن يتم رفع قيمة جائزة التفوق الصحفي لتصل إلى 100,000 جنيه للزملاء الصحفيين الحاصلين عليها، وبالتالي هنا يخلق تنافسية وتجويد في الأعمال الصحفية للوصول إلى درجة عالية من الكفاءة. ويكون الصحفي عندما يحصل على جائزة يحدث لديه انتعاشة مالية، يدفع مقدم شقة أو يدفع مقدم عربية. كيف سنمول ذلك؟ سنمول ذلك من خلال البحث عن رعاة، وده موجود البانر اللي موجود خلف اللجنة التي تسلم الجوائز، يوضع عليها سبونسر علامات تجارية للشركات، وتوضع الفضائيات. كل فضائية بتعمل تقرير عن الحفل حوالي دقيقتين، لو 10 فضائيات عملوا يبقى 20 دقيقة، دخل إعلان غير مباشر. هذه نقطة. النقاط الأخرى من الممكن أن نمول من خلال إعادة أكشاك الصحف اللي هي موجودة في المحافظات، والعوائد الخاصة بها تذهب إلى جائزة التفوق الصحفي، جزء منها وجزء آخر لدعم مشروع الإعلان. إلى جانب الإصلاحات التشريعية التي تكمل حماية الحقوق والأجر والكرامة، هناك حزمة من الخدمات نسعى إلى تحقيقها من خلال إنشاء منفذ للسلع التموينية داخل نقابة الصحفيين، وأيضا العمل على إقامة معارض سنوية وربع سنوية يشارك فيها عدد من الشركات، وبالفعل اتصلت بعدد من الشركات وحصلت على موافقات مبدئية. يوفر ملابس جيدة ويوفر سلع منزلية، وأيضا يقدم للسيارات أيضا وإلى آخره، بحيث يحصل الصحفي على خدمات بقسم لائق ومريح للصحفي، وايضا جدولة باقي ثمن السلعه على اقساط يتم الاتفاق مع المؤسسات، تقسم بجزء من المرتب او بجزء من البدل الصحفي الخاصه والحزبيه.